يا مساء الخير او صباح الخير. مش عارف هبدأ كلام ازاي. بجد انا مش عارف هبدأ كلام ازاي. خلينا نشوف الفيديو ده بس كده وبعد كده نتكلم. مفيش حد كبير على القانون. الجملة دي لو اتطبقت صدقوني هيبقى في عدالة، بس للأسف اللي له سلطة ونفوذ في مصر ما بيتحاسبش. بيبقى هو الكبير على القانون، مش القانون اللي كبير عليه. نفسنا في مرة نشوف في عدالة في مصر، عدالة تكون على اللي عنده سلطة ونفوذ أكتر ما تبقى على الغلبان. خلينا نشوف الفيديو ده. أنا ما حبيتش إن أنا أظهر الصوت بصراحة، لأن في ألفاظ بشعة بصراحة، ألفاظ خارجة. حضرة البيه ما عملتش احترام لأهلك اللي موجودين، لوالدتك إن كانت أختك، إن كان حد من عيلتك اللي هم حريم موجودة، ما عملتش احترام لهم. فهتعمل احترام لممرضات المستشفى؟ للأسف قلة أدب. وبعد ما شفنا الفيديو وقلة الأدب لممرضات المستشفى والإهانة لممرضات المستشفى، بصراحة حاجة مش عايز أقول حاجة مقرفة، حاجة قذرة بالطريقة دي. نتخيل إن ممكن تكون مراتك، ممكن تكون أختك، ممكن تكون حد من عيلتك، دي بتأدي واجبها. احنا من كام شهر بس بسيطة، من كام شهر كده كنا دول بنقول عليهم الجيش الأبيض. كانت والدتك، والدك، أختك، مراتك، ابنك كانوا بيبقوا تعبانين فترة الكورونا. انت شخصيا كنت بتخاف تقعد معاهم في لما كان حد بيبقى من عيلتك عنده كورونا. لا، الممرضات دي كانت بتقعد معاهم وبيقوموا بواجبهم على اعلى مستوى. انا معرفش ايه السبب بالظبط اللي يخلي الناس دي تعمل كده، بس في الاول وفي الاخر ان هم تعدوا عليهم في شغلهم. ايه السبب؟ جايب عندك مريض داخل بزوجته، داخل بحد عنده في عيلته تعبان، الممرضة بتستقبلك بكل بساطة، بتستقبلك وبتعملك اللازم اللي هو في إمكانياتها. هي بتعملك اللازم. ليه تتعدى عليها؟ أيا كان ليه تتعدى عليها في شغلها؟ رسالتي أنا بقى شخصيا لوزير الصحة، الناس دي لازم يجيلها حقها. الناس دي لو مجاش لها حقها لا تصلح للمكان اللي انت فيه. ايا كان مين، ايا كان مهنته ايه، ايا كان واسطته، ايا كان، الناس دي لازم ترجع لها كرامتها. الناس دي في مهنتها ولازم يرجع لها كرامتها. للأسف حاجة محزنة لما نشوف مواطن، هنسميه مواطن، مش هسميه ايا كان مهنته، ايا كانت وظيفته، انا شخصيا هسميه مواطن بيتعدى على موظف في شغله. لو الموظف ده ما قامش بدوره يتحاسب، بس خد حقك بالقانون، ما تتعداش على موظف في شغله ايا كان بقى الوظيفة، مش لازما في المستشفى، انا بتكلم على عموما. بس فين القانون اللي هيحمي الناس دي؟ فين القانون اللي هيحمي الغلابة؟ مفيش حد كبير عن القانون ايا كانت مهنته. نخلي في عدالة ايا كانت مهنته، ايا كانت الوظيفة بتاعته، كلنا سواسية. اللي يغلط يتحاسب ايا كانت مهنته، اللي يغلط يتحاسب. اما الدكتور او حد في مهنة بيغلط بنطلع ونقول لا، لازم يتحاسب عشان ما قامش بدوره، ما قامش بواجب وظيفته. ناس تتهان بالطريقة دي اكيد. لو اي حد، لو اختك، لو زوجتك، مراتك،
اتهانت وانت شفت الاهانة دي مش هتسكت، مش عشان هو حسب ما بيقولوا ظابط او حسب مهنته، انا معرفش مهنته، او خلينا نقول زي مهنته اللي هي ظابط او ايا كان المهنة، يعني ايا كانت مهنته. لو حد عادي وليه واسطة ما ينفعش، لازم يتحاسب. لو انت ليك، لو انت كشخص وداخل بمريض المستشفى وفعلا ما خدتش حقك، يبقى ليك ان تاخد حقك برضك بس بالقانون، ما تتعداش على موظف شغال في قلب المستشفى. نتمنى ان نشوف الناس دي بتتحاسب وبأسرع سرعة. نتمنى ان نشوف الناس دي فعلا بتتحاسب. نتمنى ان نشوف عدالة. مفيش حد كبير على القانون ايا كان هي ايه مهنته. احنا نتمنى يعني نشوف العدالة تكون في مصر. السلام عليكم.